بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اعزائي جميع متابعين قناتكم ارانب الخير في كل بيت، انا معاكم النهارده ان شاء الله في فيديو جديد جميل، تابعوه للنهايه. فيديو النهارده فيديو جميل ممتع، تابعوه ان شاء الله للنهايه. شايفين بسم الله ما شاء الله. انا حبيت النهارده اعمل لكم الفيديو ده، اقربه لكم بس من النور كده علشان تشوفوا الارانب وحجمها. دي ارانب الامهات بلدي والذكر هجين. يعني ايه؟ شايفين بسم الله ما شاء الله حجم راس الارنب. عمر طبعا ما يبقى ده ارنب بلدي اصل، يعني ايه الام بلدي والاب بلدي، لا دي ارانب خليط، اسمها خليط. لما يكون الاب بلدي او الام بلدي والطرف الثاني يبقى ايه هجين، يبقى ده بسم الله ما شاء الله الانتاج بتاعه اهو. شايفين حجم الارنب؟ شايفين؟ هو ده حجم ارنب بلدي اصلي اب وام؟ لا، ده عملناه انتاج خليط. يعني الذكر البلدي اللي كان عندي تعب وما كانش بيلقح الامهات، فدخلت الذكر الهله الاسود. لو فاكرينه معايا في الفيديوهات، رجعوا الفيديوهات من حوالي كام فيديو كده هتلاقوه معايا. كان هو هله وانتايه سودا هله وانتايه بيضه هله، الثلاثه دول برضو كانوا موجودين عندي هجين. انما لما الذكر البلدي تعب لقحت الامهات البلدي منه. شايفين بسم الله ما شاء الله الانتاج بتاعه؟ بسم الله ما شاء الله. انا بحاول احافظ عليهم على قد ما انا قادره علشان ناخد منهم انتاج خليط بيجمع ما بين صفات البلدي وصفات الهجين. البلدي طبعا المناعه والصحه والقوه والحنيه طبعا، زي ما انتم شفتوا في الفيديوهات اللي فاتت. الامهات بتبقى مليالي الزير. انا لسه ده جايه يا دوب بشيل بس الرمل من الزير علشان هم بيبقوا قافلين على اولادهم كويس قوي. شايفين بسم الله ما شاء الله دول انتاج 3 امهات بلدي. ربنا يزيد ويبارك. في واحده ما شاء الله رابعه والده برضو 5 هم، هنصور معاها فيديو جاي باذن الله. يعني بسم الله ما شاء الله الخير موجود وكل حاجه، بس احنا عايزين بس بشطارتنا احنا نحافظ عليه ونشوف. لو الامهات ما بترضعش نساعدهم في الرضاعه، لو الامهات ما بتاكلش كويس ناكلهم، لو الامهات اللبن بتاعها قليل نزود كميه اللبن عندهم بحلبه وعسل وبقدونس بقى، ونعمل كل اللي قدامنا. يعني شايفين بسم الله ما شاء الله ارنب زي ده كده اهو. هل ده بلدي اصلي؟ لا، ده زي ما قلت لكم انا اللي خليت الذكر، سبت الذكر الهجين في وسط الامهات البلدي. الامهات البلدي اهي، تعالوا هوريها لكم. الامهات البلدي اهي حجمها زي ما احنا عارفين. طبعا انا جايبه لهم كل الحاجات دي من السوق ومن البيت. طبعا لا حد قشر البرتقال، قشر البطاطس، قشر البطاطا، قشر الفاكهه، قشر الموز، كل حاجه بياكلوها وبيستمتعوا طبعا بيها. وفي جرجير اهو، وفي كل حاجه علشان ياكلوا ويشربوا ويبقوا كويسين معانا. يعني بسم الله ما شاء الله دي الامهات البلدي اهي. في ام طبعا بدات كشه النهارده كده، ما مش عارفه مش راضيه تاكل ليه. هشوفها دلوقتي وافحصها واشوف هي تعبانه من ايه بالظبط، علشان طبعا في وراها خلفات لازم تبقى كويسه علشان ترضع لي الارانب التانية. هشوفها دلوقتي لو عندها برد ولا حاجه نعالجها، لو عندها اي حاجه رياله ولا حاجه نديها مضاد سموم. زي ما قلنا تربيه الارانب البلدي والفراخ البلدي باقل امكانيات، بابسط الحاجات احنا بنربي ده وده مع بعض عادي مفيش مشكله. لو عايزين نحط بط ماشي، بس قلنا البط بيوسخ اكتر، الفراخ ما بتوسخش زي البط. يعني انا لسه يعني مثلا بقالي اسبوع ما نضفتش او اكتر، عادي مفيش مشكله. الاوضه مش باين عليها اي حاجه، الرمل عادي. بناخد اللي على الوش كده وبنشيل الزبل بتاع الارانب اعزكم الله، وبعد كده بننضف مره زي ما قلنا كل اسبوع. الارانب البلدي خير بركه كويسه جدا. صفات الارانب الخليط بقى ان احنا اخد الام البلدي مع ذكر يكون هجين، او نتايه هجين مع ذكر بلدي. بس احنا الافضل ان احنا نخلي النتايه بلدي والذكر هجين باذن الله. شايفين بسم الله ما شاء الله كل الامهات اهي بتاكل. هي واحده بس زي ما قلت لكم اهي كشه كده، اما اشوفها دلوقتي اشوف هي عندها ايه بالظبط، حتى بتمشي كده بصعوبه. فانا ان شاء الله دلوقتي هشوفها واعالجها. تعالوا بقى نرجع للارانب الصغننه كده ونشوفهم مع بعض. طبعا هم كانوا في الزير متدفيين، انا هدفيهم كويس قوي. طبعا لو الامهات ما رضعتش لازم نجيب لهم لبن بودره ونديهم ونظبطهم كده علشان يكبروا معانا ونشوف هيبقى فيه منهم. يعني انا بحاول ان ما يموتش منهم حاجه. في واحد منهم مات هنا وهنشيله دلوقتي. طبعا دول بسم الله ما شاء الله 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.
ودول 3 امهات 12. يعني بسم الله ما شاء الله، كان واحده والده 6 وواحده والده 5، وكانت واحده والده 2 والدين 5 وواحده والده 6. يعني بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك اهم. بسم الله ما شاء الله، حجمهم حلو، شكلهم حتى يفرح وجميل كده. الحجم حلو وكبار. احنا ان شاء الله ممكن ان احنا زي ما قلنا نديهم فيتامين في بقهم، نديهم جلوكوز، نديهم لبن بودره نديهم لبن بودره ونظبطهم كده في بقهم علشان يكبروا معانا ان شاء الله، وناخد منهم انتاج خليط باذن الله ما بين الارانب البلدي والارانب الهجين. الخليط زي ما قلنا الصحة، المناعة، القوة، الوزن الزيادة. طبعا انا لو عايزة مثلا ارنب اكبره واربيه عندي واكبره وابيعه، ده هيبقى الخليط اللي هيبقى مناسب معايا. انما البلدي ما بيكبرش حجمه بسرعة، بياخد وقت معايا في التحويل وفي الاكل. يعني لما اديه اكل بيكبر بس مش بسهوله. ده بسم الله ما شاء الله، شايفين حجم الارنب جميل ازاي، حجم راسه، حجم جسمه، بسم الله ما شاء الله. طبعا غير البلدي خالص، غير ما يبقى بلدي اصلي او بلدي بيور. يعني الاب والام بلدي، انما ده زي ما قلت الام بلدي والاب كان هجين عندي. بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك فيهم. هندخل كل ارانب في المكان بتاعها، في الازهار بتاعتها، عشان الامهات طبعا عارفاهم وعارفه اماكنهم بالظبط. فاحنا ان شاء الله هنرجع كل ارانب مكانها. كل زير كان فيه 5، واحد كان فيه 6، فواحد منهم مات اهو. هنظبطهم كده، وفي واحد تاني مات برضو. فلازم في الايام البرد طبعا لازم يموت مننا، ده غصب عننا كلنا. في البرد لازم الارانب الصغيره لو ما اتدفتش او ما رضعتش بتموت، ده طبيعي. ويعني ما بكذبش عليكم، وانتوا عارفين اي حاجه بتحصل عندي بقول لكم عليه. البرد وعدم الرضاعه يموت لو عندي لو الام مخلفه 15 حتى هيموتوا كلهم. لازم الام ترضع، ولازم الصغيرين يتدفوا. هنرجع كل ارانب كده في الزير بتاعها ونرجع لبعض تاني. رجعنا كل الارانب اهو، كل ارنب في مكانه وقفلنا عليه بالخشبه بتاعته. شايفين الام دي بتستنى كده، بتشوف دخلت هنا في الزير ده. لما انا كنت مطلعاهم بره بنصور معاهم، دخلت في الزير وقعدت تبص فيه وقامت طالعه تاني. هي واقفه مستنيه طبعا، عايزه تعرف ولادها مكانهم ولا لا. انا حطيت لهم اكل، علشان طبعا الاكل ده الصبح مره او بالليل مره، علشان الامهات تحول لبن وترضع الخلفات الصغيره. شايفين الام اهي جايه عايزه تيجي عند الزير اللي انا قفلت عليه. طبعا الامهات ما شاء الله حنينه جدا. هنشوف بس مشكله الام اللي هي تعبانه دي، هنعرف عندها ايه ونعالجها بعد ما نخلص الفيديو باذن الله. علشان خساره عندها خلفات كويسين وحجمهم حلو بسم الله ما شاء الله، خساره تموت او خساره الخلفات ما يرضعوش. فاحنا لازم نتابع ونشوف الارنب من سلوكه، بنعرف هل هو تعبان هل هو كويس. هي الفراخ اليومين اللي فاتوا دول ما كانتش بتجيب لي بيض. ليه؟ لان كان فيه هوا شويه في الايام اللي فاتت، فما فيش بيض عندي. ما فيش اي مشكله، في ارانب، في خير، في طبعا تربيه على الارض جميله ممتعه. بنتعلم وبنشوف ايه الصح وايه الغلط، ايه الصح نعمله مع الارانب، ايه الصح نعمله مع الفراخ، ونشوف يعني منظر جميل زي ده. الفراخ البلدي ممتعه، الارانب البلدي برضو ممتعه، تربيتهم سهله وجميله اهي. شايفين كل الارانب جايه على الاكل. الحاجات دي اساسي. وبرضو بنحط لهم كمان علف بتاعنا، ممكن نحط لهم علف وممكن ما نحط لهمش علف، ما دام الاكل اللي جاي من البيت فيه كل حاجه ممكن. يعني زي رز، عيش، اي حاجه فايضه عندي بجيبها لهم. ما برميش اي حاجه خالص من بتاعه الاكل او بواقي الاكل. اي خضار، اي فضلات للخضار، اي فضلات للفاكهه، كل حاجه بجيبها وباكلها للارانب البلدي والفراخ البلدي. يا رب النهارده الفيديو يكون استمتعتوا بيه، استفدتوا بيه. شفنا الارانب الخليط اللي عندنا دي اسمهم ارانب خليط، الاب بلدي او الام والطرف الثاني زي ما قلنا هجين. يبقى بيطلع عندي انتاج خليط ما بين البلدي وما بين الهجين، بيجمع الصفات الكويسه هنا والكويسه هنا. طبعا الصفات الكويسه في البلدي المناعه وقله الامراض. الصفات الحلوه بقى في الهجين الحجم وزياده الوزن. لو انا عايزه ابيع بالكيلو، عايزه اخلص وابيع كيلوات باللحمه على طول، هيحول لي على طول. الام شايفين الام عندي الام دي ولدت 2 أو 3 قبل كده، ما بتزيدش عن 1.5 كيلو. التانيين بقى ان شاء الله لو
يعني انا متفائله خير ان شاء الله يكبر منهم حاجه ونشوفهم بيعدوا ال2 كيلو باذن الله في وقت كويس، لو احنا بناكلهم كويس وبنرضعهم كويس وبندفيهم كويس. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب ينال رضاكم من اعجابكم، كن دايما عند حسن ظنكم. استنونا ان شاء الله فيديوهات جايه كتير باذن الله مع بعض في تربيه الارانب على الارض. ان شاء الله اي اخت من اخواتي الفاضلات تحب تتواصل معنا على تليجرام ارانب الخل السيدات على رقم الشيخ سامر 010 646619771. تحت امركم في اي حاجه تطلبوها مني باذن الله، ويا رب دايما اكون عند حسن ظنكم. اي حد يحب يحجز سلالات بطاريات اعلاف ادويه على رقم الحجز 010 646 19771. تحت امركم ان شاء الله في اي حاجه تطلبوها مننا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.